ازاي تخلي الالماني يحبك؟ اتكلم الماني كويس عشان الناس الالمان يحبوك، او انطق كويس، اتعلم النطق كويس علشان الالمان يحبوك. في ظل ان السؤال ده غلط جدا. السؤال الصح هو ازاي ما تخليش الالمان يكرهوك، لان الالمان ما بيحبوش حد وما بيحبوش نفسهم اصلا. تمام، ما بيعرفوش اصلا معنى الحب ب... بمعانيه اللي عندنا دي. تمام، ف العاطفه ما عندهمش، فازاي ما تخلوش يكرهك؟ فانا هنصحك نصيحه لوجه الله، ونصيحه من قلب الشغل، نصيحه عمليه. محدش هيقول لك الكلام ده. اوعى في يومك من ذات الايام تعلم على واحد الماني معاك في الشغل، تعلم عليه في الشغل. احنا كلنا كفاءات، بنغمض عينينا نفتح عينينا نلاقي الكانولا اتركبت، تلاقي الحاجه اتعملت، تبص في في الاس جي ولا الايكا جي، تبص فيه تبقى عارف ان في كذا، تبص للمريض كده تبقى عارف. ما تحاولش تعلم عليه. انا مش عايز اقول موقف معين، المواقف دي حصلت معايا اكتر من مره، ولكن لما بعمل حاجه واتفوق بها على الماني في بعض الحاجات وبيقول لي ده انت معلم بقى، اقول له لا والله دي جت معايا حظ كده بصراحه، لا والله ما مش عارف. ودايما بساله، ودايما بكبره. ليه؟ يعني هو مش معقول 12 13 سنه هنا وانت جاي جديد، تمام، وفي الاول وجاي تعلم عليه وتحط عليه، فخلاص لو انت علمت عليه وحطيت عليه، تمام، فانت كده يا باشا يعني خلاص كده هو حطك في دماغه ويقدر يكرهك في حياتك. طب هتقول لي يكرهك في حياتك ازاي؟ هقول لك يقدر يعمل حاجه واحده بس تستفزك جدا. يعمل نفسه مش فاهمك، انت تكلمه هو يعمل نفسه مش فاهمك، يقول لك بتقول ايه؟ مش عارف. لا انت مش فاهمك وهو فاهمك، وبسيطه ما حدش يقدر يلومه. يقدر ان هو يعمل نفسه مش فاهمك، حاجه بسيطه جدا هتعقدك، انت هتضايقك. فدي نصيحه من قلب المانيا، مش اي حد هيقولها لك غير فعلا فعلا حد باكي عليك وعايزك تكون بجد مرتاح في المانيا. شد حيلكم وربنا يوفقكم، وتابعوني الفيديوهات جديده، والسلام عليكم.